السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية وراحة بال يا رب. وانتم تشوفون فيديو اليوم، الفيديو كلش حلو ومنوع. ابد لا تسرعوه، تابعوه للاخير ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اكيد راح تضغطون على اللايك، واللي ما مشترك بالقناة ويدخل لها بالصدفة وتعجبه قناتي اكيد راح يشترك بيها. وادري بكم ما تقصرون، انتو الخير والبركة. هنا حبايبي طبعا بلشت اطبخ بالبانية للغدا اليوم. غدانا بانية، وانا اطبخ بالبانية قلت يا نسيت اصور. دائما البنات بنص الطبخة واتذكر التصوير. انتو هم مثلي يعني تصير وياكم؟ والله بنات دائما يعني ابلش بشغل خاصة يعني الطبخ، وانسى بعدين اتذكر واجيب الموبايل واصور. هنا تركت البانية تحمس شوية، وخليت القلاص ماي بارد وعليه قطعة ليمون. بنات كل زين الليمون للمعدة، وخاصة اللي عندهم صعود بالضغط دائما تركوا الحبوب وتركوا هاي الأدوية. بنات التجئوا للليمون، الماي والليمون كل زين ويغسل المعدة وينظفها. إن شاء الله صحة وسلامة للي عندهم ارتفاع بالضغط. هنا خليت القلاص يمي وأنا وأطبخ أتكمع بي، أنا أقول أتكمع بي على ما يخلص. شوي واحد هم يصير لواهس بنات. هنا بعد ما انحمست عند البانية، والطبخ بنات من مطبخ المطبخ يختلف أكيد، بس طبخة البانية هي يعني المعروفة إنه معجون وعصير طماطة وثوم وملح، وهاي هي. وأهم شي بمرقة البانية هو عصير الطماطة. يعني أكثر المروقات إحنا نطبخها على معجون، بس هاي المرقة تريد عصير طماطة، يعني أبد ما أطبخها على معجون. وأضيف لها الحلبة بنات، الحلبة اليابسة تعطيها طعم كلش طيب، والأكثرية ما تحب الحلبة، بس أنا أحط للبانية وللفاصوليا حلبة يابسة، يعني هيك قليل نكهة بس. وأضيف الملح وأتركها تفور وتتهدر على راحتها. وتعرفون انتو مرقة البانية تحب تهدير. واليوم أنا ما طبختها على لحم، ما كان عندي لحم، بس هم طيبة يعني أطبخها. هنا فارت عندي وتركتها تتهدر، ومن بعدها أكيد صبيت الغداء. وهاي سفرتنا وسهمكم ألف عافية. طبعا من بعد الغداء أكيد عندي البنات دوامهن ظهري. نور راحت للمدرسة، دوامها ب12:30. بقت عندي بس جنات دوامها ب2. أنا قايلت لكم إنه مدرستهم خلوا وياها دوام ثالث، يعني جتي مدرسة دوام ثالث يداومون وياهم، يعني الوقت معين بين ما يكملون يعني تعمير بالمدرسة وترجع الأمور طبيعية. هنا بعد ما بدلت لها بديت أمشط لها، وقلت لها خلي أسوي لك الضفاير. طبعا هي رادت ضفيرة واحدة. الصراحة الضفاير الاثنين طلعا شكلها وهي حلوة يعني للبنية بعمرها، خاصة يعني تروح المدرسة وضفاير اثنين. أنا أسميهن قصايب بنات. فقصايب اثنين كلش حلوات يعني، وهي هم يلوق لها. صحيح شعرها خفيف بس يلوق لها، وخاصة هيك من أخلي الهيا لورا. ودائما أسوي الهيا الضفاير فرنسية يعني، وهي تلبس حجاب من تروح للمدرسة، ومرات حتى ما تنزع الحجاب. هنا أنا طبعا بعد ما كملت لها أكيد راح أحضر لها اللانش بوكس اللي نحتاج شو نخلي بيه. راحت للمحل طبعا اشترت، جابت هاي الشغلات. تعرفون الطفل من يروح للمحل يجيب هاي الشغلات. قلت لها جيبي عصير وجيبي كيكة، لأن هي أكثر المرات بنات ما تتغدى، وإذا الصبح تروح للدوام ما تتريق، فأجبرها يعني قوة أخلي لها لفة. هنا سويت لها لفة ويا هاي الشغلات، قلت الست جوعتها بين ما ترجع من الدوام أو تاكل. فهنا هذا اللانش بوكس بنات يعني ما تاخذه وياها يعني قوة. أنا أقولها أنت ليش يعني اشتريت لك يا غير تحطين بيه أكل وتاخذين وأنت ما تتريقين ولا تتغدين؟ فأخذه هاي الشغلات حتى الست جوعتك. وهنا أنا كملت الهيا ويا بطل الماي. وبعد أكيد ما يعني راحت للمدرسة، أكيد أنا التفت الشغلي. بتعرفون انتو الشغل ما يخلص، يعني العمر يخلص والشغل ما يخلص. عندي هنا هاي بطانية طبعا صار لي فترة ما غاسلتها، قلت خلي أغسلها. ويعني
مدام شوية جو بيه حرورة يعني خلي أغسل البطانيات اللي عندي قبل الشتاء. هنا خليت البطانية وضفت لها التايت، وهالأيام الحمد لله والشكر الكهرباء رحمة من الله، والماي هماتين قوي، وحتى الغسالة من أشغلها بسرعة تخلص غسل يعني. هنا شغلت الغسالة ورحت أكمل باقي شغلي. هنا بنات هاي الغسالة الأوتوماتيك الصراحة أنا أسميها يعني شقل لكم إيد الثانية الصراحة، غير الغسالة الأوتوماتيك الإيد الثانية. بينما كنا نغسل بالغسالة اللي هي أم حوضين، نغسل ونطلع الملابس ونشطفن ونجففهن، الحمد لله والشكر من إجتنا هاي الأجهزة السريعة. هنا عندي هاي اللوبيا، طبعا كل ما نجيب يعني لوبيا كيلو تطلع بيها هاي اللوبيا الصفراء الخشنة، أنا أطلعها. هي هاي باعتبارها يعني شلون نهاية موسم فيصير بيها أصفر. فهاي اللوبيا بنات الصفراء دائما احنا نجيب يعني كيلو، أطلع من عندها مثل ما تشوفون تقريبا نص كيلو. هاي راح آخذها أخليها بالطارمة حتى تيبس، وبعدين أفلسها وأخليها بعلبة راح أستخدمها للسبزي. يعني أنا أستخدم اللوبيا بس للسبزي. هنا حبايبي طبعا أكيد أكمل باقي شغلي، أو تعالوا هنا خلينا نختار الغرفة. الصراحة أريد غرفة نوم وأريد ذوقكم وياي، لأن الصراحة الغرف التركية موديلاتها كلش حلوة أو ألوانها هم حلوة. هنا عندنا غرفة رقم 1 أو غرفة رقم 2، قلولي بالتعليقات يا هي الأحلى. صراحة واحد من يريد يختار شي يعني ظل محتار، يريد أكثر من رأي. فهنا هاي الغرفة الثانية. ومن بعد اختيارنا للغرفة، هنا عند بنات هذا ميز الطعام، يعني اللون الأبيض صدق يتعب. يعني أني 24 ساعة ADB ياكلون أمسح وراهم ويشربون شاي أمسح وراهم. فهنا قلت ماكو غير إنه أجيب له هذا القماش وأخليه، وهم شكله حلو. وردت أغلف الكراسي بس قلت الكراسي ما يحتاج تغليف وهم شكلهن يروح، فخليت هذا القماش. والصراحة بنات تندمت لأنه ما أخذت ألوان غامقة. المهم حبايبي هنا أنا راح نسوي البسبوسة بطريقة مختلفة بدون كريمة ولا قشطة ولا أي يعني تكلفة، بمواد كلش بسيطة. وعندي هذا السميد الصراحة صار له هواي بالمجمدة، وقلت خلي أسوي اليوم بسبوسة. هنا خليت قلاصين من السميد، وضفت نص قلاص حليب باودر، نص قلاص مبروش جوز الهند، أو نص قلاص شكر. القياس بنفس القلاص بنات. هنا نص قلاص زيت، وهاي هي. وأضيف عليه ضرب فانيلا، يعني بسبوستنا اليوم لا بيض ولا زفارة البيض. الصراحة أني جماعتي ما يحبون البيض، يعني هيك بالريوق ما ياكلوه. إذا أضيفه بالحلويات يعني هماتين ما يحبوه، بالرغم أخلي خل أبيض وأخلي فانيلا بس ما يحبوه. هنا أخلطها كل زين مثل ما شفت الطريقة كلش سهلة، يعني بنص ساعة أنا كملتها. هنا عندي كوب من الماء أضيفه بالتدريج وأشوف القوام مالتها. دائما أنا أسويها بالكريمة، بس هالمرة قلت خلي أجربها بدون كريمة، يعني بالشيرة بس أضيف على الوجه شيرة. أضيف الماء المتبقي وأخلط. هنا أنا طبعا شاعلة الفرن يعني بس الجوة يعني ومنصيته حتى من أدخل البسبوسة راح ترتفع عندي. صار عندي بهذا القوام. هنا اليوم عجبني أسوي بالصينية بنات. هاي صينية ستيل عندي راح أدهنها بالزيت. أدهنها دهنة بسيطة وأضيفها بأي قالب متوفر عندكم، بايركس أي شيء. أنا اليوم عجبني أسوي بالصينية. أهم شيء أخلطها خلط كل زين وأضيفه.
طبعا هاي البسبوسة سويت لهم اياها بالليل، يعني ورا العشاء. تعرفون انتو اذا ما نسوي يعني تحلية ورا العشاء، يظلون كل ساعة واحد يشهى يريد شكل. كل ساعة وقالوا ما عندنا اليوم فتشي، ما عندنا فتشي، قلت خل اقوم اسوي لهم بسبوسة، بما انه انا صار لي هواي ما مسويتها، بس هم يحبوها بالقشطة، يعني اسوي لهم اياها بالكريم. طبعا انا الشيرة مسويتها يعني ومبردتها، ضروري تكون الشيرة باردة. هنا راح اخذها للفرن، وهنا من بعد ما استوت وشوفوا لي الشكل واللون الذهبي اللي يخبل، يعني ما تأخرت بالفرن الصراحة. يعني قلت لكم ويا خلطها وشويتها نص ساعة. هنا عندي هاي الشيرة، أكيد لازم تكون الشيرة باردة إذا البسبوسة أو أي حلويات نسويها حارة حتى ما تعجن عندنا. وهنا شربت الشيرة، راح أقطعها بهذا الشكل، أو أنتو حسب الشكل اللي أنتو تردوه بهذا الشكل، تردوه قصة البقلاوة حسب اللي أنتو يعجبكم. أهم شيء المقادير مضبوطة، التزيين يبقى حسب الذوق. هنا صار شكلها يشبه الكنافة، اللون مالتها. جربوها على طريقتي كلش طيبة بنات. وإذا يعجبكم نفس المقادير تضيفون يعني قشطة، تخلون بالنص قشطة هم كلش عادي. هنا التزيين قلت لكم حسب الرغبة، ما كان متوفر عندي لوز، خليت مبروش جوز الهند على الوجه للشكل. هاي الإضافات حسب الرغبة، أهم شيء مثل ما قلت لكم المقادير المضبوطة. الو، شلونك عموري؟ وهذا شكلها النهائي، راح أجربها قدامكم. شوفوا لي مستوية من فوق ومن جوا، شكلها ذهبي وتجنن، وعاشت ايدي. استاهل يعني واحد يقول لي عاشت ايدك لو لا. انا راح اجربها وياكم، وسهمكم الف عافية. اكيد اشتهيتوها. وصلت وياكم لنهاية الفيديو، مع السلامة.